السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده ملعب مفتش. طب يا كباتن، لا اهلي ولا زمالك دلوقتي يا جماعه، كلنا ورا منتخب مصر. لازم بقى خلاص. طيب، احنا متعودين قبل اي بطوله افريقيا او اي بطوله للمنتخب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل وانت مغمض كده؟ هجيب ناميبيا، هجيب اثيوبيا، هجيب تنزانيا، هجيب الصومال. ليه طب يا رمزي؟ عشان اديهم 4-5 واروح بقى ايه؟ انا عندي ثقه كسبان 4-5 ورايح. طب ما نحاول نغير بقى، نحاول نغير، نجيب فريق محترم، تونس، جزائر، نحاول نغير. لكن احنا حافظين رايح افريقيا هنجيب تنزانيا، السودان، الصومال، عشان نديهم 4-5 ونروح بقى ايه؟ فايقين. طب جبنا تنزانيا النهارده عملنا ايه؟ كسبنا 2 بس، منهم جول بنالتي. اه والله. طب اللي هو ازاي؟ محدش عارف. طيب، النهارده روي فيتوريا قال لك اعمل ماتش ود النهارده عشان اروح كاس افريقيا واشوف الدنيا ماشيه ازاي. طيب انا بالنسبه لي اي ماتش ده دولي ودي يبقى عباره عن ايه؟ انا قاعد كده هضيع من وقتي ساعه ونص، هشوف اي ماتش ودي. لازم اشوف دماغ الكوتش جوه الماتش ده عايز يعمل ايه. عايز يعمل ماتش ودي ليه؟ يعني انا ككوتش دلوقتي عايز اعمل ماتش ودي ليه؟ روي فيتوريا عايز يعمل ماتش ودي ليه؟ انا ولا حضرتك ولا سيادتك قعدنا ساعه ونص. ايه الفكره اللي طلعت بيها من كوتش رايح الاسبوع الجاي يروح كاس افريقيا وعايز ياخد البطوله ويرجع بيها؟ ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ انا يا جماعه بالنسبه لي النهارده ما لقيتش ولا فكره. انت لو عندك فكره وصلت لك في الماتش ده قولها لي. الفكره اللي انا طلعت بيها النهارده او من ضمن الافكار اللي طلعت بيها السلبيه ان صلاح موجود في الملعب و90 دقيقه. يا جماعه ما تجننوناش يا جدعان، ما تجننوناش. يعني اي ماتش دولي ودي انا او اي ماتش ودي ببقى عايز اشوف الكوتش ايه الفكره اللي عايز يعملها. ما هي ماتش ودي ليه؟ يعني انا هجرب يصيب يخطئ، ملاش تالت. لكن ماتش ودي الاقي بسم الله الرحمن الرحيم صلاح بيلعب ومصطفى محمد وتريزيجيه. طب ازاي طيب؟ لا وصلاح بيلعب 90 دقيقه. يا لهوي، اللي هو يعني بجد ازاي؟ يعني بجد ازاي؟ يعني اي ماتش ودي عاوز اجرب لعيبه جديده، لعيبه في اماكن غير اماكنها. هشوف لاعب يصلح لو كان محلي بس ما يبقاش دولي. افكار. صلاح ما لعبوش، صلاح مش محتاج اقيمه، ده بره التقييم. هحط مثلا زيزو مكان صلاح دلوقتي. ممكن احتاج صلاح، اريح صلاح في ماتش في البطوله. صلاح لا قدر الله اتصاب، اخلي زيزو بلان بي معايا. اخلي زيزو مثلا يلعب وينج ليفت مكان تريزيجيه مكان مرموش وهيكسر الدنيا. لو لعب مكان الاثنين دول اجرب زيزو وينج ليفت، يمكن اطلع منه بحاجه. لو طلعت النهارده بزيزو ان بيلعب مثلا وينج ليفت وجاب جول، عمل لك شغل جامد، هبقى انا خلاص طلعت الماتش ده بفكره ان زيزو ممكن يديه الحته دي. وزيزو ما شاء الله عليه يعني احسن لاعب في مصر، واحد بتاعته. لكن النهارده قاعد اضيع من وقت ساعه ونص عشان تنزانيا مش عارف اعمل ايه هاي بريس، ولا عارف اطلع بفكره من ريفيتوريا. بجد انا مش عارف. انا ضيعت ساعه ونص، انا ما فهمتش ايه روي فيتوريا عايز يقول ايه. انا مش فاهم بصراحه. كل اللي فهمته واستشفيته التشكيل اللي هيلعب بيه الحد الجاي مع موزمبيق او اللي هيبدا بيه البطوله. يا جماعه التشكيل المتوقع اللي هيلعب بيه البطوله ان شاء الله يوم الاحد الجاي. ماشي يا جماعه، متنرفز معلش. انا عايز لما اشوف اي ماتش ودي ببقى عايز اشوف ايه الفكره بتاعت الكوتش. التشكيل المتوقع يا كباتن لروي فيتوريا والمنتخب مصر ان شاء الله امام موزمبيق الحد الجاي، واولى مباراتنا في كاس افريقيا، ويا رب ليه لا نرجع بيها. الشناوي، هاني، فتوح، الاستوبرات حجازي ومنعم. تاني يا كباتن، الشناوي، هاني وفتوح، الاستوبرات حجازي ومنعم. خط النص اللي فيه كلام. مش هيلعب بمروان، لا، هيلعب بستة النني. هيلعب بستة النني. 8 رايت زيزو. 8 رايت زيزو. 8 ليفت، لا مش هيلعب بإمام. ما يلعب بمين؟ يلعب بحمدي فتحي. تاني، خط النص بتاعك هيبقى 6 النني، 8 رايت زيزو،
8 ليفت حمدي فتحي، وسجلوه على يا جماعه. ده التشكيل المتوقع اللي يلعب بيه. قدام بقى صلاح لا غنى عنه طبعا، مصطفى محمد، ومش تريزيجيه، مرموش. تاني يا كباتن، التشكيل المتوقع اللي يلعب بيه ماتش موزمبيق الحد الجاي او البطوله كلها: الشناوي، هاني، فتوح، حجازي، منعم. 6 نني، 8 رايت زيزو، 8 ليفت حمدي فتحي، صلاح، مصطفى محمد، مرموش. بره مع مين؟ امام عاشور، مروان، تريزيجيه. دول يبقى اوراق رابحه لكل ماتش. ده يا جماعه التشكيل المتوقع اللي قدرنا النهارده نحاول نطلع بيه من دماغ روي فيتوريا. لعله خير، لعله خير. بس يا جماعه كان نفسي النهارده بجد اطلع بفكره من الماتش النهارده، بس لعله خير. يمكن نرجع بالتامنه، يمكن نرجع بالتامنه ان شاء الله يا جماعه. باذن الله الايام الجايه نحاول باذن الله نغطي باذن الله تدريبات المنتخب، ونحاول باذن الله في البطوله كل ماتش وكل ماتش للمنتخب نقول باذن الله مين هو مان اوف ذا ماتش من وجهه نظرنا احنا، مش من وجهه نظر اللجنه المنظمه اللي كلها بتوع مجاملات، وانا وانت عارفين الكلام ده. شكرا يا كباتن، وان شاء الله ان شاء الله نحاول نحقق التامنه لمنتخب مصر. ودلوقتي يا جماعه نهدى بقى شويه، لا اهلي ولا زمالك، نبقى سبورت للمنتخب ولعله خير، يمكن نرجع بالتامنه وشجع مصر. شكرا يا كباتن، سلام.